السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم خاصة بطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. هشرح مادة اللغة العربية المنهج الجديد الترم الثاني. هناخد النص القصصي بعنوان صنع في مصر. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. صنع في مصر. اتفقت مع أصدقائي على أن نقضي يوم الإجازة معا، وتجمعنا نحن وعائلتنا بأحد الأماكن العامة، وأحضر كل منهم ما لذ وطاب من المسليات، وقد كان غرضنا من هذا الالتقاء، الترفيه والاستمتاع، لكن ما عرفناه كان أسمى وأجل. فقد لفت انتباهي أن الكيس الذي كان معي مكتوب عليه صنع في مصر، فنظر كل منا للأكياس التي معه، وإذا هي أيضا مكتوب عليها صنع في مصر. نظر صديقي عمر على محمل الدعابة للرداء الذي كنت أرتديه وهو يضحك ويقول: يا أحمد، هو أيضا صنع في مصر. يبقى زي ما احنا شايفين كده في الصورة، دول مجموعة من الأصدقاء اتفقوا ان هم يقضوا يوم الأجازة مع بعض، وفعلا تجمعوا وعائلتهم جت معاهم وراحوا أحد الأماكن العامة واشتروا كل الحاجات اللي هم عايزينها من السوبر ماركت. وبعد كده بيبصوا على الكيس اللي بياكل منه الشيبسي أو الحاجة الحلوة بتاعته، لقى مكتوب عليها صنع في مصر. بص كمان على الملابس بتاعته، لقى مكتوب عليها صنع في مصر. رد مجدي أتضحك: إن القطن المصري أفضل قطن بالعالم، وإن مصر كما قال معلم الدراسات بها العديد من الصناعات المحلية والعالمية. ومع احتدام الحوار لمحت عمي سعيد والد عمر آتيا وعلى وجهه نظرة فرح معلقا: رويدا يا شباب، بالفعل مصر بها العديد من الصناعات، وكذلك تصدر العديد من المنتجات للعالم بأسره. مصر غنية بمواردها. علقت سائلا: هل هناك صناعات بعينها تشتهر بها مصر؟ يبقى الجزء ده مجدي بيرد بيقول: انت بتضحك؟ البلوزة مثلا مكتوب عليها صنع في مصر؟ لأن القطن المصري بتاعنا أفضل قطن في العالم كله. وكمان قعدوا يتكلموا، فمن اللي اتدخل؟ عم سعيد والد عمر، وقال لهم: يا شباب، بالفعل مصر فيها صناعات كتيرة، وبناخد الصناعات دي بنصدرها للعالم كله، فمصر فيها موارد كثيرة. فعلقته ورد مجد وقال له: هل هناك صناعات بعينها تشتهر بها مصر؟ رد قائلا: نعم، فمصر تشتهر بصناعة المنسوجات القطنية والفخارية والنحاسية، وكذلك الأسمدة والسيراميك والرخام. طبعا احنا لازم نحفظ أسامي المصنوعات. هتقول منسوجات، فخارية، نحاسية، قطنية، أسمدة، سيراميك، رخام. كما أنها تدعم قطاعا لإنشاء المشروعات الصناعية وتجري عددا من الإجراءات لمساندة هذا القطاع، كتوفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وذلك تحقيقا لخطة الدولة لزيادة حجم الصادرات. يبقى مصر بتوفر صناعات مهولة، وكمان بتدعم قطاع عشان ينشئ المشروعات الصناعية، بتوفر لهم الأراضي الصناعية علشان يعملوا خطة للدولة عشان تزود حجم الصادرات ونصدر للخارج. سأل مجدي: هل هناك شيء أصبحنا نكتفي بصناعتنا فيه فقط؟
رد عمي سعيد وقال: نعم يا مجدي، فمصر حققت الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 90% و100% من الخضروات والفواكه والبيض والأرز، وفي طريقها للاكتفاء من السلع الأخرى. يبقى بردك لازم نحفظ أسماء السلع اللي احنا اكتفينا بها ذاتيا. أول حاجة السكر، الخضروات، الفواكه، البيض، الأرز. علق مجدي: وأنا سأبني مصنعا للبلاستيك ليكون هناك اكتفاء ذاتي من المواد البلاستيكية. رد عمي سعيد: إذا أردت يا مجدي فغير النشاط، فمصر بها العديد من مصانع البلاستيك، حتى إن صادراتها من منتجات اللدائن البلاستيكية حققت معدل نموا كبيرا جدا. فقط ما عليكم سوى استبدال المنتجات المحلية بالمنتجات العالمية لتنمية الصادرات كي نكون دعما للوطن. يبقى مجدي بيقول أنا في المستقبل هعمل مصنع للبلاستيك، فعم سعيد رد له قال له لا، لازم تغير النشاط ده لأن مصر فيها مصانع بلاستيك بالهبل. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. صف الشخصيات الآتية بكلمة واحدة من وجهة نظرك. العم سعيد. العم سعيد حوصفه وقول إنه حكيم. صف الشخصيات الآتية بكلمة واحدة من وجهة نظرك. مجدي. مجدي حوصفه وقول إنه طموح. صف الشخصيات الآتية بكلمة واحدة من وجهة نظرك. أحمد. أحمد حوصفه وقول إنه اجتماعي. يلا بينا نحل مع بعض الأنشطة والتدريبات. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. كان الغرض من لقاء الأصدقاء، هنختار الترفيه. كل المنتجات التي لفتت نظر الأصدقاء كانت، هنختار مصرية. تنتج مصر أفضل نقط في العالم، هنختار أفضل قطن. المنتجات القطنية والفخارية والنحاسية من السلع التي، هنختار نشتهر بها. تدعم الدولة قطاع الصناعة بهدف زيادة نقط، هنختار الصادرات. تصدر مصر منتجات نقط، هنختار اللدائن البلاستيكية. النشاط الثاني ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. صناعة الأسمدة من الصناعات المصرية الشهيرة، العبارة صحيحة. يعد الرخام المصري من أفضل الأنواع في العالم، العبارة صحيحة. حققت مصر الاكتفاء الذاتي من البيض، العبارة صحيحة. نصح العم سعيد بأن يغير مجدي فكرة مصنع البلاستيك لأنه مكلف، العبارة خاطئة. شراء المنتجات المحلية يدعم الصناعة الوطنية، العبارة صحيحة. صنع في مصر عبارة تشعرنا بالفخر، العبارة صحيحة. النشاط الثالث بيقول لك بعد قراءتك للدرس اكتب المصطلحات الآتية تحت ما تعبر عنه. عندك كلمة اللدائن البلاستيكية والاكتفاء الذاتي ومصطلح حق الانتفاع. هنقرأ تعريف كل واحدة ونكتب المصطلح بتاعها. القدرة على إنتاج جميع السلع الأساسية بالاعتماد على الموارد والإمكانات المحلية والاستغناء عن الاستيراد، مما يزيد الاعتماد على الإنتاج الوطني ويوفر الكثير من فرص العمل. هنا مصطلح الاكتفاء الذاتي. رقم 2 هو الحق في استخدام ممتلكات الآخرين بشرط عدم تغيير مضمونها أو إلحاق الضرر بها، وقد يحدد بفترة زمنية معينة أو فترة مفتوحة. هنكتب هنا مصطلح حق الانتفاع. 3 مادة تستخرج من المواد العضوية
كالنفط الخام، الغاز الطبيعي، وتصنع منها الكثير من الأشياء كالمنتجات البلاستيكية، وتعني ما يمكن تشكيله وقولبته بفعل الحرارة. هنكتب اللدائن البلاستيكية. صلوا 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 على رسول الله. صلوا 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 على رسول الله. النشاط الخامس، ضع علامة صح أمام الإجراء المناسب، تصدير ولا استيراد لكل حالة. 1. محصول البرتقال في مصر هذا العام يزيد عن الاستهلاك المحلي، هنختار تصدير. احتياج المستشفيات لأجهزة طبية متطورة، طبعا ده احنا بنستوردها، يبقى هنحط صح تحت كلمة استيراد. 3. الرخام المصري من أفضل أنواع الرخام في العالم، طبعا احنا بنصدره، يبقى هنختار تصدير. 4. بناء مصنع جديد يحتاج إلى آلات بمواصفات عالمية، طبعا ده احنا بنستورده، يبقى هنختار استيراد. النشاط رقم 6، ارسم وجها ضاحكا لما يدعم المنتجات المصرية. 1. إقامة معارض للمنتجات المحلية في مصر وفي الخارج، هنرسم وجه ضاحك. 2. استخدام تقنيات التجارة الإلكترونية في التسويق والبيع، نرسم وجه ضاحك. 3. تقديم خصومات وعروض ترويجية، هنرسم وجه ضاحك. 4. خفض تكلفة الإنتاج باستخدام خامات رديئة، طبعا ده غلط خالص، ده عمره ما يدعم المنتجات المصرية، مش هنرسم قدامها حاجة، دي غلط. رقم 5. الالتزام بمواصفات الجودة العالمية، هنرسم وجه ضاحك. النشاط الأخير، صل بحسب النتائج المترتبة على الآتي. 1. توفير الأراضي بحق الانتفاع للمشروعات الصناعية، هنوصلها بتسهيل بناء المصانع. 2. القطن المصري أفضل قطن في العالم، هنوصلها باشتهرت مصر بصناعة المنسوجات. 3. وجود العديد من مصانع البلاستيك، هنوصلها بزيادة صادرات اللدائن البلاستيكية. 4. انتشار مزارع الدواجن، هنوصلها بتحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض. صلوا 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 على رسول الله. صلوا 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 على رسول الله. النشاط رقم ياء، اختر المعنى المناسب للكلمة الملونة في كل جملة. الصديق الحقيقي يدعم صديقه وقت الأزمة، معنى كلمة يدعم هنختار يساند. قال المعلم رويدا يا تلاميذي، معنى كلمة رويدا هنختار تمهلوا. احتدمت المنافسة بين الفريقين قرب نهاية المباراة، معنى كلمة احتدمت هنختار اشتدت. الرفق بالحيوان من أجل معاني الرحمة، معنى أجل يعني أعظم. أكمل بكلمة مناسبة، عندك كلمات 4، رويدا، ندعم، منتجات، نصدر. هنقرأ مع بعض القطعة وهنجاوب على طول. فكرت أن أبدأ مشروعا صغيرا لبيع، هنكتب منتجات الكروشيه التي أصنعها. قال أخي هذا مشروع مكلف يحتاج إلى أموال كثيرة، فقلت ما علينا سوى شراء الخامات لنبدأ المشروع. ومع احتدام النقاش قال أبي هنكتب رويدا، يا أبنائي ما رأيكم أن ننشئ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لنعرض المنتجات، وقد نقط هذه المنتجات هنكتب وقد نصدر هذه المنتجات للخارج، وبذلك ندعم اقتصاد وطننا. نشاط لام، صل بحسب معنى الكلمة الملونة. جايب لك كلمة يرد وحاططها لك في 4 جمل، وكل كلمة فيهم بتختلف معناها عن الأخرى. الأمين يرد الأمانة إلى أصحابها، هنا يرد يعني يعيد. التلميذ يرد على سؤال المعلم، هنا يجيب. المصري يرد على أي إساءة ضد وطنه، هنا معنى يرد يدفع. البخيل يرد الفقير عن بابه، معنى يرد يعني يصرف.
بكده أكون وصلت معاكم لنهاية الأسئلة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا 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 لا